السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض النهاردة احلى واجمل كعك بريحة زمان وطعم زمان. ما شاء الله الكعك ناجح معايا وجميل جدا زي ما انتوا شايفينه كده. الطريقة دي طريقة زمان، يعني طبعا كل الناس ما بتقدرش تستغنى عن طريقة زمان. ما شاء الله، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل احلى واجمل كعك معانا ازاي. انا كده عندي اول حاجة هبتدي بيها الملبن. عندي كده نص كيلو من الملبن، هحط عليه معلقتين من السمسم، وبعد كده هحط عليه معلقتين من جوز الهند زي ما انتوا شايفينهم كده. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي. ده كل اللي انا بحطه على الكعك يا بنات، ولا بحط عليه مكسرات ولا بحط عليه اي حاجة تانية خالص غير اللي انا حطيتهم دول. اهو كده ما شاء الله. كده بقى هبتدي ان انا اعجن كده الملبن مع جوز الهند والسمسم ومعلقة السمنة البلدي زي ما انتوا شايفينه كده. ما شاء الله بيطلع جميل جدا وبيطلع طعمه حلو خالص. اهو كده ما شاء الله خلصت بقى عجن الملبن معايا اهو الاول. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اكور كده الملبن معايا لكور صغيرة زي ما انتوا شايفينها، وده الحجم اللي انا عايزاه وده الحجم المناسب. اهو كده ما شاء الله بكورها يعني، ولا هي الكورة بتطلع كبيرة ولا صغيرة. ما شاء الله الحجم ده بيطلع حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده بقى هكور باقي الكمية معاكم زي ما انتوا شايفينها كده يا بنات. وكده خلصت كمية الملبن معايا اهي. بعد كده بقى هركنها عندي على جنب. وكده عندي طبق بقى فيه كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفينه كده. ده انا نخلاه كويس جدا. بعد كده بقى هنزل عليهم ب3 معالق من السمسم، هنزل على الدقيق ب3 معالق من السمسم اهو. وبعد كده هنزل عليه بقى بمعلقة صغيرة من ريحة الموز. انا ما بكترش اي روايح عشان خاطر الروايح بتكون مركزة، يعني انا اكتفيت عندي بمعلقة صغيرة من ريحة الموز. حطيتها على الدقيق وحطيت السمسم، وبعد كده قلبتهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده بقى هنزل عليهم بربع معلقة كبيرة من البودر اهي زي ما انتوا شايفينها يا بنات. وبعد كده نزلت عليهم برشة من الملح. بس معلش الكاميرا فصلت وانا بحط الملح على الدقيق. وبعد كده بقى ركنت عندي الدقيق كده على جنب. وبعد كده جبت كوباية من اللبن، هحط فيها معلقة من السكر كبيرة اهي زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده هنزل عليهم بقى بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية اهي زي ما انتوا شايفينهم كده. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقلب الخميرة والسكر واللبن مع بعض كويس جدا لغاية لما الخميرة تدوب معايا تماما. وبكده خلاص خلصت كده الخميرة معايا، هركنها عندي على جنب لغاية لما الخميرة تتفاعل. وبعد كده جبت عندي بقى الدقيق يا بنات، وجبت عندي السمنة. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنة بالظبط. يعني بتطلع يعني بيطلع الكعك ناجح معاك وبيطلع دايب وحلو جدا، بياخد نص كيلو من السمنة اهو. يعني انا وزنت 500 جرام من السمنة. طبعا انا سيحت السمنة وسبتها لغاية لما بردت معايا كويس جدا. وبعد كده نزلت عليها بالدقيق، يعني نزلت على السمنة على الدقيق على طول. طبعا انا ما حطيتش السمنة سخنة ولا حاجة على الدقيق عشان خاطر السمنة، يعني الدقيق مش يفصل السمنة معايا. لو حطيت السمنة سخنة على الدقيق يعني السمنة والدقيق هيفصل معايا اهو كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه. هبتدي بقى ان انا بست كده الدقيق والسمنة مع بعض كويس جدا. عايزة تطلع الكعكة ناجحة معاكي وتطلع ناعمة وتطلع جميلة جدا، لازم نبست الدقيق والسمنة مع بعض كويس جدا يا بنات. يعني بنعمل الخميرة لغاية لما الخميرة تتفاعل معايا. ببتدي بقى ان انا بس كده في العجينة 10 دقايق كده ببس فيها. ما شاء الله كده الدقيق والسمنة ابتدت ان هي العجينة تشد معايا كويس جدا، برضو ببس فيها زي ما انتوا شايفين. طريقة البس دي يا بنات ان انا بجيب العجينة كده بين ايديا وافرك فيها كده زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله. بعد كده بقى خلصت كده بس في العجينة زي ما انتوا شايفينها كده. دي كده العجينة سمنة، ودي بس اهي زي ما انتوا شايفينها، ما حطيتش لسه اي سوائل خالص. وبعد كده بقى بجيب البولة اللي انا عملت فيها الخميرة والسكر واللبن زي ما انتوا شايفينها. هفضي بقى الخميرة كده على العجينة وهبتدي بقى ان انا اعجن.
يعني أنا كده يعني يعتبر كده أنا معايا كوباية من اللبن فيها الخميرة أهي كده ما شاء الله. كده نزلت كده بكوباية من اللبن الأول وبعد كده هعجن. أنا ما بحطش كل المواد السايلة مع بعض الأول عشان خاطر يعني بعجن وبشوف العجينة هي لسه عايزة لبن ولا لأ. أهي كده ده تاني كوباية من اللبن أهو. أنا ما بنزلش بكل السوائل مع بعض، بنزل شوية بشوية لغاية لما أشوف يعني لغاية لما أشوف العجينة هتحتاج مني سوائل تاني ولا لأ. اهو ببتدي ان انا اعجن بقى زي ما انتوا شايفينها كده، وبعد كده بقى فضيت عليها نص كوباية اللبن التانية زي ما انتوا شايفينها. يعني انا كده بالظبط حطيت كوبايتين من اللبن على كيلو الدقيق اهو كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو يا بنات. طبعا يعني ممكن تحطي لبن اكتر او ممكن تحطي لبن اقل، ده تبع نوع الدقيق اللي انت جايباه. اهو كده ما شاء الله عجنت العجينة معايا كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهي. بعد كده بقى هسيبها عندي على جنب لغاية لما اجهز بقى الصواني بتاعتي، وبعد كده هبتدي بقى ان انا وبكده خلاص يا بنات. يعني كده هغطي على العجينة عندي بكيس بلاستيك، وبعد كده بقى هبتدي ان انا بقى اشكل كده في العجينة. باخد قطعة كده من العجينة زي ما انتوا شايفينها كده بكورها بين ايديا الاول، وبعد كده بفردها بقى زي ما انتوا شايفينها كده. يعني الطريقة سهلة خالص يعني ومش هتاخد منك وقت. وبعد كده بقى هجيب قطعة من الملبن هحطها جوه العجينة وهقفل عليها بكل سهولة زي ما انتوا شايفينها كده اهي كده ما شاء الله. بوريكم برضو واحدة تانية اهي. بجيب قطعة من العجينة بكورها بين ايديا وبعد كده بفردها كده بايديا يا بنات اهي زي ما انتوا شايفينها، واجيب قطعة من الملبن احطها في قلب العجينة وبقفل عليها بكل سهولة وكل بساطة. ما شاء الله ما شاء الله. دي يعني ما نطرش معايا السمنة ولا حاجة. طالعة العجينة حلوة وملمسها ناعم جدا. ما شاء الله يا بنات. هي دي الطريقة بتاعت زمان اللي احنا كنا بنعمل بيها. يعني طبعا كل الناس ما بتقدرش تستغنى عن الطريقة بتاعت زمان. ما شاء الله. ولا بنعمل بطبعات ولا حاجة، لا احنا بنعمل بالمنقاش. يعني طبعا في ناس كتيرة بتعمل بالمنقاش زي زمان، وما شاء الله بتطلع حلوة جدا وبتطلع النقشة جميلة ولا بتسيح معايا في الفرن ولا حاجة خالص. اهي كده ما شاء الله. انا بوريها لكم اهي. هبتدي بقى ان انا انقش فيها كده بالمنقاش زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله النقشة طالعة معايا جميلة جدا وما ساحتش في الفرن ولا حاجة، فضلت النقشة زي ما هي. كده بقى هكمل بقى باقي الكمية معاكم زي ما انتوا شايفينها كده، وهنقش كده العجين معايا، وبعد كده بقى هخلص وهبتدي ان انا ارصه معايا عندي على الصينية. وبكده ما شاء الله يا بنات كده خلصت كمية الكعك معايا زي ما انتوا شايفينها كده. النقشة طالعة جميلة جدا وطالعة مظبوطة وحلوة جدا ومفيهاش اي صعوبة خالص. كده بقى هبتدي ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة هادية، وهنحمرها بقى من فوق ومن تحت، وهنشوف بقى الكعك معانا بعد ما يطلع من الفرن. كده ما شاء الله يا بنات الكعك طلعناه من الفرن ما شاء الله جميل جدا وريحته جميلة خالص. يعني ريحته كده بالروايح بتاعت زمان ما شاء الله جميل جدا زي ما انتوا شايفينه كده متحمر من فوق ومن تحت وطالع الكعك كده ناعم معايا وطالع دايب معايا كده ما شاء الله جميل جدا خالص. يعني
كده ما شاء الله خلصنا خلصنا احلى واجمل شوية كعك عملناه بطعم زمان وريحة زمان ما شاء الله، وعملناه بالمنقاش جميل جدا ما شاء الله. الكعك شكله حلو خالص وشكله تحفة جدا معايا زي ما انتوا شايفينه كده. وهبتدي بقى ان انا كده اقسم واحدة معاكم عشان خاطر نشوف قلب الكعكية عامل ازاي من جوه. اهو يا بنات ما شاء الله الكعك طالع معايا جميل جدا، والكعك طالع دايب كده وحلو خالص اهو ما شاء الله. هبتدي برضو ان انا اقسم واحدة تاني كده معاكم عشان خاطر نشوف الملبن من جوه عامل ازاي اهو كده ما شاء الله. عايزة اقولك بقى لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس.